احنا ما حبيناش نتكلموا من الاول، الناس الكل تتسنى فينا وقتاش باش نتكلموا. كيفاش كانت الحاله ممكن كانت عليها النادي الافريقي قبل ما توليوا انتم المهام تاعكم رسميا؟ يوم بعد يوم قاعدين نكتشفوا في الوضعيه الماليه والاداريه للنادي الافريقي. نحينا منع الانتداب في الفيفا والجامعه، حجم ديون كبير معناها لقيناه. اليوم قمنا برفع 4 عقل، لكن مازالوا فما 3 عقل. وشنو اللي النزاعات اللي مازالت مفتوحه حاليا خاصه مع الجامعه التونسيه ولا على مستوى الدولي؟ تسير بطريقه صحيحه يلزمك تنظف الاوراق، لكن ما تنساش انه يلزمك تقدم. يعني كي نقول صفر النزاعات باش تكون فما نزاعات ممكن خلافات، لكن على الاقل ما نوصلش لمرحله التقاضي. فما زاد بعض الأخطاء الإدارية اللي صارت اللي خلات اليوم النادي الإفريقي ما ينجمش يتمتع بالسيولة اللي هي موضوعة على ذمته. العنصر الهام هو المفاوضات أثناء إبرام العقود، الانتداب، وإلا من بعد في صورة الفسخ. كان هنالك موت سريري 4 جمعات التالي الناس تخمم كيفاش نمنعوا الفريق. اليوم ولات عندنا رؤيه. يحب يعرف الجمهور طبيعه يعني حجم الديون اللي في النادي الافريقي طول الحال. جمهور النادي الافريقي العظيم، وين كنتم مرحبا بكم على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي. اليوم الانطلاقه الفعليه للافريقيا بودكاست، الحصه الاولى للمشروع هذا باش يكون صله ربط بيننا وبين جماهير النادي الافريقي، باش يكونوا حاضرين معنا مسؤولين ولاعبين قدامى، كذلك مسيرين سابقين في النادي الافريقي. واليوم في البودكاست دول اخترنا باش يكون حاضر معنا رئيس النادي الافريقي سي محسن الطرابلسي. مرحبا سي محسن. مرحبا بك. كيف يكون معنا سي هشام المناعي من المال. مرحبا سي هشام. مرحبا بك. البدايه اكيد بسي محسن الطرابلسي، كلمه ولا شنو تنجم تقول لنا في بدايه البودكاست؟ اول حاجه نرحبوا بالجماهير العريضه والكبيره نتاع النادي الافريقي الوفيه، ونقول لهم السلام عليكم ومرحبا بكم في مصافحه اولى على الصفحه الرسميه لجمعيتنا النادي الافريقي، الجمعيه العريقه هذه اللي نحاولوا باش نرجعوها لمكانها الطبيعي. مرحبا بكم في مصافحة اخترنا أن تكون جماعية بحضور السيد هشام المناعي أمين المال، وكذلك أستاذة هاجر بكار الكاتب العام. نحبوا احنا النجاح ما يكون كان جماعي، وهذاك علاش اليوم احنا موجودين 3، لأن الثقة المتبادلة معنا وهذا هي اللي باش تخلينا نجموا نتقدموا ونجموا نعاونوا النادي الافريقي باش نخرجوا من الازمه هذه. اكيد سي محسن، جماهير النادي الافريقي تستنى تعرف اكيد الاخبار نتاع الفريق نتاعها. البدايه معك انت باش تكون مع بعد تولي المهام الرسميه اليوم على الفريق، كيفاش لقيتوا يعني الفريق من الناحيه الاداريه الماليه كيف الرياضيه؟ هو تعرف كي باش نحكي، وهي ديما الناحيه الرياضيه هي الاولويه للناحيه الرياضيه، ولكن الناحيه الرياضيه يلزمها موارد ماليه قويه برشا. اليوم اخر العام شفتوا ما نحبش نحكي على الظروف الصعيبه اللي مرينا بها باش تكونت الهيئه هذه، لان لو ما تكونتش يمكن الهيئه هذه كانت باش تكون كارثه على النادي الافريقي. لكن حب المسؤوليه وحبنا للنادي الافريقي وعشقنا كما الجماهير الكل اللي تحب ناديها واللي عاوناته في الظروف الصعيبه خلانا نتقدموا باش نترأسوا الهيئه هذه. واحنا العمل نتاعنا انطلق قبل لا نبداو تتكون الهيئه هذه. اول حاجه كما شفتوا وقت اللي جاء البريافي نتاع علي يوسف، كيفاش السوسيوس، انا ساعتها كنت رئيس السوسيوس، تحركت وخلصنا علي يوسف باش يبقى لاعب عند النادي الافريقي وما تقلناش مشاكل. كذلك كيف كي زومبي بدينا نخدمه، ولهنا نشكر فرجي اللي كان هو اللي خلص البريافي نتاع كي زومبي باش خليناه. ومن بعد بدات الهيئه تخدم على روحها، يعني بدينا احنا الامور الرياضيه بدات من قبل تكوين الهيئه، لان نراو اللي اليوم الفريق نتاعنا الاكابر ما نجموش يعني يكون اليوم في مستوى الامال الجماهير بدون اللاعبين هذوم، ولذا بدينا نخدموا كل شيء. من بعد اليوم احنا ما حبيناش نتكلموا من الاول، الناس الكل تتسنى فينا وقتاش باش نتكلموا، لكن نحبوا احنا الكلام يكون شويه ولكن الفعل ياسر. اليوم ما نجمنا نتكلموا الا لما على الاقل
قمنا بحاجتين مهمين. اولا خلاص بعض الديون، ما نقولش الكل، لان كي نقول الكل راهو نولي نزيد نغلط جماهير النادي الافريقي، لكن خلصنا بعض الديون اللي خلونا باش نجموا كل الفروع ترجع تخدم على روحها في بدايه الموسم. كذلك نحينا منع الانتداب في الفيفا والجامعه، هذا مهم جدا باش ولات عندنا رؤيه واضحه، لان الناس قبل 4 جمعات التالي الناس تخمم كيفاش نمنعوا الفريق. اليوم ولات عندنا رؤيه، ولينا نحكيو على انتدابات، ولينا نحكيو على مشاكلنا اللي تم كيفاش باش نخرجوا النادي الافريقي يولي يمشي للامام. مشكله الديون اللي عطلت شويه الفريق انه باش يستمر عليها. بالطبيعه احنا كبلتنا ولطف الله يعني في اخر لحظه، يعني الديون هذه يعني خلصنا الفيفا والوحده ومشينا توا في ان شاء الله قاعدين واحده ماشيين، وان شاء الله ربي يوفقنا. حابة النادي الافريقي ظل من كل مكان لعبوا دور محوري في الخلاص يعني تاع خاصه هو مش من اليوم احب النادي الافريقي، هم وراوا في الازمه الكبرى نتاع النادي الافريقي اللي هم كانوا اداه النجاح، اداه خروج النادي من الازمه نتاعو. واحنا من الجماهير هذه، احنا خرجنا من كما نقولوا احنا من رحم الجماهير هذه اللي تحب النادي الافريقي. احنا من محبين وعشاق النادي الافريقي اللي تشوف فيهم الكل يخدموا الليل والنهار، ما عندهم حتى ما همش طالبين مقابل. المقابل هو حاجتنا بنجاح النادي الافريقي، هذا هو اللي حاجتنا به احنا اليوم. كما تشوف الجماهير الكل كانت مسؤوله، واحنا اليوم باش نتحملوا المسؤوليه نتاعنا بالكامل. تعرف اللي ظروف صحيح كانت يمكن تكون كارثيه صعيبه من الاول، لكن ما اليوم ماهيش كما نقولوا كما من الاول كاتاستروفيك، لكن مازالت ما تحلتش 100%، مازالت ظروف صعيبه، لان الموارد الماديه مازالت ناقصه في النادي الافريقي، لان كذلك يلزمنا نحسن الحوكمه، لان يلزمنا نقصوا شويه من المصاريف، لان اليوم معادله صعيبه الجماهير نتاعنا. اليوم طالب بالانتدابات تكون قيمه باش الفريق نتاعنا يقعد يلعب على الادوار الاولى، وزيد كيف يلزمنا زيدا ما نغرقوش في الديون. المعادله هذه صعيبه. اليوم ان شاء الله بحضور سي هشام المناعي واللي وعدني قال لي ان شاء الله نخدموا خدمه باهيه، ان شاء الله نقوموا بما يلزم باش الجمعيه نتاعنا يعني ما عادش تقعد المشاكل هذه، لان وقت اللي شفنا ديما اخر العام ولينا نقعدوا نحسوا رواحنا من الناحيه الماديه تنقصنا شويه، تلقى الفروع الكل متاثره كما عملوا كره اليد، كره القدم، والسنه زاد كره السله ان شاء الله باش نلعبوا في افريقيا البال، يعني يلزمها تدعيم كبير، وهذا يعني يتطلب مجهودات كبيره، كان مش منا احنا، من الجماهير الكل زاد يلزمها تعاون وتمد لنا يد المساعده، اللي احنا صادقين في العمل نتاعنا. ان شاء الله ما يراو كان منا الخير، وان شاء الله يعني تكون كما تقول الهيئه هذه، لان احنا نقولوا مش الهيئه تنجح، نحب النادي الافريقي ينجح. انت تحدثت على الجماهير، رساله ممكن توجه بها الفريق خاصه مع بدايه الحمله تاع الانخراطات الموسم الرياضي الجديد. اي نطالبهم باش يكون الاقبال موجود بكثره، ونعرفهم انا هما ديما في المستوى هذا المطلوب، لان الاشتراكات اليوم موجوده، وان شاء الله زاد الاقبال على المغازه وقت يبدا المريول الجديد موجود. واحنا كما قلت لك ان شاء الله الانتدابات اللي نقوموا بها يفرح بها الجمهور هذا اللي يستاهل كان الخير، وان شاء الله يستاهل كان النتائج اللي تفرحوا. يعطيك الصحه سي محسن. اكيد في المقابله سي هشام مناع من مان، مرحبا بكم معنا من جديد. مرحبا سي هشام، كيفاش كانت الحاله ممكن كانت عليها النادي الافريقي قبل ما توليوا انتم المهام تاعكم رسميا؟ الحالة ساعة نشكرك على الاستضافة هذه. الحالة باش تسألني وقت قبل ما احنا نواكبوها، احنا قاعدين نكتشفوا فيها الحالة هذه تو، معناها يوم بعد يوم قاعدين نكتشفوا في الوضعية المالية والإدارية للنادي الأفريقي. الشيء اللي موجود صحيح يتطلب إصلاح من حيث طريقة التسيير الإداري، وبطبيعته يتبعوا التسيير المالي اللي هو والتسيير الإداري يمشيوا مع بعض. تعطينا كنا أرقام دقيقة بخصوص أكيد الإجمالي حجم الديون في النادي الأفريقي والطبيعة متاعها؟ الأرقام وحجم الديون، حجم صحيح هو كلمة حجم تنطبق على الوضعية متاع النادي الأفريقي. حجم الديون كبير، معناها لقيناه.
من ديون لاعبين، ديون إدارة، ديون مزودين، ديون جبائية وغيرها من الديون هذه، واللي هي الحقيقة ديون تنسحب على جميع الفروع، معناها مش كرة قدم فقط، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة، خاطر جمعية النادي الأفريقي هي جمعية معناها تلم الرياضات الكل، واحنا معناها الهدف الأسمى اللي تبنيت عليه النادي الأفريقي هو هذاك، معناها الناس الكل، معناها الفروع الكل الموجودة، وهذا شيء لقيناه معناها في الفروع الكل تشكو لاعبيها، ممرنيها، إدارتها، غيره. وقت اللي نقول تشكو معناها هنا نحب نقول وأنه راهو المدة كانت طويلة، المدة كانت طويلة اللي خلات الشيء يتكاثر وتوصل الأزمة هذه، حتى لين فما ناس ولا يكيفوا الوضعية متاع النادي الأفريقي في تاريخ قريب بالموت السريري. ميسالش نسميه الحاجات مسمياتها، كان هنالك موت سريري الحمد لله، فماش وفاة الحمد لله، وأنه موت سريري فقط. عملية الإنقاذ بدأت، عملية الإنقاذ بدأت بضخ السيولة من طرف المستشفى الأمريكي، وبعد ما تم تقييم الديون من طرف أعضاء الهيئة المديرة هذه، معناها سيتي كيلكو شوز دابروكسيماتيف اللي توصل للواقع، الديون الموجودة في الفروع الكل. تبقى معناها من بعد ما خذينا بزمام الأمور نلقاو أنه معناها حجم الديون ما هواش هذاك برك، حجم الديون كان أكبر من المبلغ اللي توقعناه، باش نبداو الناس الكل معناها على بينه مهم برشا كي جمعية الأفريقية باش تعرف الوضعية. نعم. مهم برشا جمعية الأفريقية باش تعرف الوضعية يعني حاليا، انه الديون ما زالت يعني مش الخالص. لا الديون لا 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 الديون ما زالت، الديون ما زالت، خاطر شوف راهو في الانطلاقة يلزمك باش تكون انت تسير بطريقة صحيحة، يلزمك تنظف الوراق، لكن ما تنساش انه يلزمك تقد. انت عندك ديون يلزمك تخلصها، ولكن عندك زادة انطلاق موسم في فرع كرة قدم، في فرع كرة سلة، في فرع كرة يد، في فرع كرة طائرة. تسير اليومي ولا لا هذا الانطلاق. التسيير اليومي مازلنا ما وصلنالوش، احنا مازلنا ما وصلناش للتسيير اليومي، وقاعدين نحسوا وانه فما ميزانية ما هياش متوازية، يعني فما مجهود اكبر باش يصير، اللي هو وانه معناه يلزم فما موارد يلزمها تدخل. وقت اللي نقول موارد راهو فرق بين الموارد وبين السيولة، خاطر احنا توا اللي وصلنا للنادي الافريقي وصلتنا السيولة اللي جات من المستشفى، لكن موارد النادي عنده توا اليوم موارد ينجم ينتفع بها، لكن العقل اللي صايرة على الموارد هذه تعيق الهيئة المديرة وأنها تنجم ساعة باش تكمل تخلص الديون الأخرى، وأنها تنجم باش تحسن الظروف البداية الموسم لجميع الفروع. وديما نعاود راهو جميع الفروع، خاطر كلها كيف كلها النادي الافريقي داكور. يعني هنا فما زاد بعض الأخطاء الإدارية اللي صارت، اللي خلات اليوم النادي الافريقي ما ينجمش يتمتع بالسيولة اللي هي موضوعة على ذمته. ونعاود الكلمة اللي هي اليوم موضوعة على ذمته، لكن ما ينجمش يحط عليها يده. العمل اللي باش يكون في القريب العاجل هو رفع هالعقل هذه، باش نجموا على الأقل نتمتعوا بالموارد هذه، باش نجموا نقد الموارد. النادي الافريقي تتفرع، فما الموارد اللي جات من المستشفى الامريكي، وفما موارد اخرى اللي هي موضوعة على ذمة النادي الافريقي وحل اجال استغلالها موجود عليها عقل. واضح؟ يعني الاموال موجود لكن ما تنجمش تتصرف فيها. احنا توا باش نبداو واضحين، راهو صحيح من اليوم عندنا بدا بيع الانخراطات،
اللي هي بالحق جمهورنا باش يخلينا نبداو الموسم ان شاء الله يكون العدد كبير، وان شاء الله يكون الاقبال كبير، على خاطر راهو باش نبداو واضحين ونعرف روحي ايش قاعد نقول. معناها قاعد كايني اللي موجود في الاورديناتور قاعد نحكي لك فيه، داكور؟ يعني انه الاموال السيوله اللي دخلت للنادي الافريقي تم بها رفع منع الانتداب، تم بها خلاص ديون اللي هي تراكمت اكثر من 6 اشهر و7 اشهر، تم بها خلاص لاعبين الى موفى جوان 2025، واضح؟ والاموال اللي باش تجي من الانخراطات واللي باش تجي بعد رفع العقل هي اللي باش تخلينا نبداو نفهموا احنا كيفاش نحطوا الطريقه نتاع التسيير نتاعنا الصحيحه، على خاطر طريقه التسيير نتاعك يلزمها تكون متماشيه مع السيوله اللي عندك والسيوله المرتقبه اللي باش تجيك واللي انت يلزمك تخدم عليه. سي هشام، انت حكيت على الوضعيه الصعيبه على الديون، ضالي الجمهور يعرف المشاكل ويعرف الموجوده من قبل. هذه كاينه كهرباء بيا، ممكن يحب يعرف الجمهور طبيعه يعني حجم الديون اللي في النادي الافريقي تو الحال. لا يا سيدي، مادام انت باسم الجمهور طلبت هذايا نزولا عند رغبتك ورغبه الجمهور ميساج، مع انه معناها الارقام هذه نورمالمون ما تقعد معناها في النادي وفي الهيئه، لكن ميساج احنا نشوف وقت اللي دخلنا في بالنا اللي الحجم كان في حدود بالضبط، باش نحكي معك ارقام توا في حدود 11 مليار، ولكن وقت اللي انطلقنا نلقاو انه الديون هذه مرشحه وانها تكون في حدود 14 مليون دينار. ال 14 مليون هذوما كان باش تزيدهم المجهود اللي قمنا به، قامت به الهيئه باش تعمل الانتدابات في جميع الفروع ديما نعاود، واضح؟ وصلنا ل 16، مازلنا ما غلقناش شهر جويلية، وصلنا ل 16 مليون. يعني باش نجموا احنا باش نكونوا واضحين مع رواحنا ساعة، نجموا نكونوا واضحين مع جمهورنا كان ما نكونوا واضحين مع رواحنا. احنا اليوم فما تشالنج متاع 6 مليون. 6 مليون هذوما يلزمهم يتوفروا الى حدود شهر ديسمبر. باش يتوفروا بزوز، اهمها الانخراطات، ثانيا رفع العقل، ثالثا المقابلات اللي باش نستقبلوا فيها احنا يكون عدد الجماهير كبير وكبير وكبير، نوصلوا بهم ان شاء الله بقدرة ربي الى موفى شهر ديسمبر. وصلنا موفى شهر ديسمبر نعاودوا حلقة اخرى سيدي ونعطيوك لي بيرسبكتيف دو جانفي اجوان اللي ان شاء الله نكونوا انا الحقيقة من امنيتي، et je le dis en toute sincérité، أمنيتي وأنه الموسم هذايا يوفى كيما وفيت أنا مواسم أخرى وقت اللي كنت أمين مال في السنوات 2000، وأنه نوصلوا بميزانية إيجابية ولا ميزانية سلبية اللي ما معناها الرقم متاعها يكون زهيد جدا جدا جدا، مع رفع كؤوس وبطولات في جميع الفروع، وخاصة وجودنا في المسابقات الإفريقية. كان وصلت شخصيا هذا نحكي على هشام المناعي، بالنسبة لي أنا السينيسمون دو لا سيتواسيون فينانسيير، معناها نوصل نقول راهو اليوم ما عنديش عجز، ولا العجز متاعي راهو فقير، ما عادش النادي فقير لكن عجزي أنا هو فقير، ميزانيتي عجزها فقير، ونلقى روح مشاركات افريقيه. بالنسبه لي هشام انا نقول له انا باش نقول له وحدي بارك الله فيك، ميسيون اكومبلي. برشا كلمات منا يعني يحب يعرف يعني من مصدر معناها مسؤول ولا الحقيقه نتاع
ظهر لي اليوم ظهر لي اليوم الجمهور عرف وأنه الديون مازالت، أموال أخرى مرصودة ما نجموش نستغلوها، يلزموا يعرفها. العمل مازال كبير، إن شاء الله نلقاو ناس اللي تنجم تعاوننا بالخدمة، واللي ما نجمش يعاوننا بالخدمة يرحم والديه كان يعاوننا بالسكات زادة حسبنا في آخر الموسم. فهمتني؟ وش باش نقول لك آخر؟ يعطيك الصحة سي هشام، أكيد على التوضيحات هذه الكل لجماهير النادي الأفريقي. باش تكون معنا حاضرة معنا مدام هاجر بكار كاتب العام للنادي الأفريقي، وإن شاء الله أكيد في مناسبات قادمة أكيد باش نرجعوا نحكي أكثر كذا في التطورات في الأفريقي إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا. مرحبا بك مدام هاجر بكار كاتب عام النادي الأفريقي، ظهر لي أول مرة في تاريخ النادي عنصر نسائي في الكتاب العام. مرحبا بجماهير النادي الافريقي العريضه اولا، وثانيا هذا شرف لي انني نكون كاتبه عامه للنادي الافريقي وليس العكس. حاب نسالك مدام هاجر، شنو الملفات القانونيه العالقه اللي كانت موجوده قبل توليكم المهام في النادي الافريقي؟ وقت سلمنا المهام لقينا عديد من الملفات، منها المتعلقة بالفيفا أو اللجنة الفيدرالية للنزاعات، اللجنة الوطنية للاستئناف، المحاكم المدنية، وفما زاد جزء من شكايات الجزائية في تتبع عملية تقليد لشعار النادي وغيره. هذه في معظمها المحاكم المتعهدة بملفات النادي الأفريقي، وقت اللي لقيناهم يعني سواء صدرت فيهم أحكام باتة وإلا قضايا ما زالت منشورة. وشنو الملفات اللي تم حلها وشنو النزاعات اللي ما زالت مفتوحة حاليا خاصة مع الجامعة التونسية ولا على مستوى الدولي؟ الملفات اللي تم حلها هي الملفات المؤكدة المتعلق بها عقوبات منع الانتداب. كانت الأولوية للهيئة أنه نفصل الملفات هذه. وعددها 8 بالضبط. قيمة معناها الجملة 8 بالنسبة، هي 8 متعلقة بفرع كرة القدم، وكان فما ملف فرع كرة السلة. الحمد لله تم تسوية جميع هذه الملفات وتم مبدئيا رفع المنع من الانتداب. والملفات هذه تتعلق على المستوى الدولي ملف مشهور معروف تحت اسم ماتشورد، ملف قديم برشا تم الخلاص. ثم بقية الملفات هي على المستوى المحلي بمبلغ إجمالي 2 مليارات و77 مليون، وهي الملفات المتعلقة بعلي المثلوثي، هذا ملف قديم زاد من عام 2012، لاري العزوني، نادر الغندري، آدم الطاوس، زهير ذويدي، ياسين شماخي كانت عنده 2 ملفات، وأخيرا جهاد الطرابلسي. كان هناك ملف وحيد متعلق بفرع كرة السلة فيه عقوبة منع من الانتداب، هو ملف الأمريكي كيندال دايكس، والحمد لله تمكنا بالخلاص بعد مفاوضات في المبالغ المالية، وتم رفع منع الانتداب في خصوص هذا الفرع. حاليا مازال فما 3 عقل، اليوم قمنا برفع 4 عقل، لكن مازالوا فما 3 عقل، فما عقلة من قبل بنك و2 عقل اخرين بموجب للاسف احكام ابتدائيه من قبل 2 لاعبين. الفريق القانوني قاعد يسعى لرفع هذه العقل وتسويه هذه الملفات باش نوصلوا رفع جميع العقل على حسابات النادي. الى جانب الملفات اللي تتعلق بها احكام قضائيه، فما ملفات قامت هذه الهيئه بتسويتها بصفه وديه، يعني ما خليناهاش توصل لمرحلة التقاضي، وهي الملفات المتعلقة بأختور المدرب، دافيد بيتوني، فريد ثابت، وكمال القلسي. ال4 ملفات هذه تجنبنا فيها النزاعات وتمت التسوية في شأنها بصفة ودية وبتراضي جميع الأطراف، يعني ملفات هذه تسكرت نهائيا. إضافة للديون المتعلقة بالجانب الرياضي، لقينا للأسف أيضا عدة ديون أخرى متعلقة بالبريستاتير دو سيرفيس اللي يتعاملوا مع النادي الأفريقي، سواء النزل أو
الوكالات الكراء للسيارات والحافلات وغيرهم من المزودين. دونك حاولنا باش نخلصوا الديون هذه ونتفاوضوا. فما اللي صدر فيها أحكام نهائية للأسف خلصناها، وفما الباقي ما خليناهمش يوصلوا لمرحلة التقاضي وحليناهم بصفة ودية. ونحب نشكر الكثير منهم اللي كانوا متعاونين مع النادي الافريقي وعملوا حتى اللي عمل ان بوتي جيست معناتها نقصنا في قيمه الدين نشكروه، واللي عمل تنازل كبير ايضا على اتعابه نشكروه كيف كيف. الحق لقينا برشا تعاون من برشا عملاء ومزودين من النادي عاونونا برشا، وتم فض الملفات بموجب اتفاقيات في تسوية الأموال بصفة ودية، وإن شاء الله نخلطوا من بعد نخلصوا البقية. نحكيو على لي زوبجيكتيف الأهداف نتاعكم انتوما كهيئة مديرة ونتاع النادي على مستوى القريب متوسط وكيف المستوى البعيد. شوف، على المستوى القريب والقريب جدا بالنسبة للهيئة هذه كان فما هدف وحيد متكون من 3 كلمات: رفع منع الانتداب. يعني ما قدام عينينا كان رفع المنع، لأنه المنع اللي صار لنا كان عنده تأثير كبير على الجمعية بكلها وعمل لنا يعني حالة شلل تامة. كانت واضحة لنا المنع، لأنه في وقت سابق تم عليه على رفع المنع. فما دي بروسيدور رسميا يعني المنع تنحى الانتداب. هو قمنا بخلاص جميع الأحكام اللي تتعلق بها عقوبة المنع من الانتداب. على المستوى الدولي بالنسبة في قضية ماتشورد تم ذلك بصفة نهائية وثابتة وباتة وملف وتسكر وطويناه. على المستوى المحلي تم الخلاص ومازلنا نستناو بطبيعة القرار النهائي والأخير للجامعة اللي ستعلن على ذلك في الأيام القادمة. لكن مبدئيا بالنسبة من جهتنا قمنا بالخلاص وتسديد جميع الأموال. موضوع الأحكام اللي تسلطت فيها علينا أحكام ضدنا في المنع من الانتداب بقى توا نستناو كان في القرار النهائي للجامعة. هذه على المستوى القريب. هذه على المستوى القريب جدا إن شاء الله من هنا لآخر الشهر. على المستوى المدى المتوسط والبعيد. على المدى القريب رفع المنع من الانتداب، على المدى المتوسط تفادي النزاعات اللي ممكن والخلافات اللي ممكن توصلنا لدوامة المنع من جديد، ويقعد على المدى البعيد هو صفر نزاعات. يعني باش تقول لي مش معقول فمش جمعية ما تصير لها حتى نزاع مع أي لاعب أو مدرب أو غيره. أي صحيح باش يكونوا فما اختلافات وممكن نزاعات معناتها محتملة دي ليتيج بوتنسيال ايفونتويلمون، لكن على الأقل ما نخليهاش توصل معناتها للسيركل فيسيو اللي احنا قاعدين فيه توا غرقنا فيه عنا أكثر من 10 ولا 15 سنة. يعني كي نقول صفر نزاعات باش تكون فما نزاعات ممكن وخلافات، لكن على الأقل ما نوصلش لمرحلة التقاضي. إذا نجم عندي فرصة باش نفضها بصفة ودية ترضي جميع الأطراف ونتلهي نخدم على روحي على جمعيتي على الأهداف الرياضية متاعي، وقتها يكون بالحق هذاك الهدف الكبير اللي نجموا نكونوا منشود كان نخرجوا ونقولوا حققناه. من أجل تفادي الأخطاء هذه ضروري حكينا عليه، شنو لازم يطبق نادي مستقبلا؟ هو شو كي تسألني سؤال هذا معناتها vous avez l'impression اللي باش يكون الحمل هو الخدمه نتاع اللجنه القانونيه هي باش تمنعك من النزاعات وانت والكومبيتونس نتاع الهيئه نتاعك والمحامي نتاعك. لا مش صحيح، لانه فما ترافاي يتعمل اون امون ان ترافاي اون افال. برشا تقاطعات تحكم فيك النتائج الرياضيه هي اللي تخليك مرتاح، باش تكون المؤشر نتاعك نتاع النزاعات المحتمله ولا إذا نتائجك معناتها ماشية وإيجابية قد ما تكون النتائج إيجابية قد نسبة القضايا باش تكون منخفضة، التوقع متاع القضايا باش يكون منخفض. يعني بخلاف النتائج اللي تحكم فيك زادة هي العقود كيفاش تتحرر
c'est-à-dire les contrats d'engagement والا اللي باش يجيو من بعد les contrats de résiliation éventuellement anticipés. المفاوضات، العنصر الهام هو المفاوضات اثناء ابرام العقود، الانتداب والا من بعد في صورة الفسخ، لانه برشا مشاكل لقيناها جراء العقود، بعض الفصول الموجودة في عقود لي كونترا دونجاجمون، ومن بعد زاده انت والمفاوضات نتاعك في الفسخ يا دي ريزيلياسيون كي بوف تيتر سوبل اغريسيف، هذيك انت والمفاوضات وين تنجم تهزها من بعد. وفي الجزء الاخير والهام اللي يظهر لي فما حتى جمعيه تنجم تستغنى عليه، هو اللجنه القانونيه. هي موجوده في القانون الاساسي نتاع النادي الافريقي، لقيناها موجوده وقع تركيزها من قبل وتفعيلها، والحمد لله لقيناها موجوده، لانه احنا بين ليله وضحاها لقينا رواحنا يلزمنا نرفعوا عقوبه المنع من الانتداب في وقت وجيز على الاخر. لولا وجود هذه اللجنه واعضائها ودرايتهم بالملفات ودرايتهم زاده بخبرتهم بكيفيه حتى من الناحيه الاجرائيه والشكليه في السعي للرفع معناتها المنع من الانتداب ورفع العقل وغير ذلك، يعني بالحق سهلوا علينا امور كبيره ونحبوا نشكرهم، لانه لولا هذه اللجنه كنا تعبنا اكثر واكثر واكثر، وكان استغرق ذلك برشا وقت على حساب حاجات اخرين كنا في حاجه لها. يعطيك الصحة مدام هاجر بكار على كل هذه التوضيحات. سي محسن ضالي، مهمة برشا الترانسبارونس هذه، خاصة المصارحة مع جمهور أنا نقول أكثر حاجة اللي يمكن تخلينا نخدموا مرتاحين هي الحوكمة في التعاطي مع الملفات الكل، يعني لازمنا نبدو فاهمين الملفات الكل على قاعدة وكيفاش تخدم الملفات الكل والعقود وزادة تطوير الموارد المالية، لأن باش المشاكل ما تقعش هي كلها مشكلة مال. كان موجود المال ما فما حتى ملف باش يمشي للمحاكم. هذه اللي يعني حاجتين الحوكمه وتوفير الموارد الماليه، ان شاء الله نخدموا عليها والجماهير تعاوننا، لان توا نشوف انا اخر كلمه باش نقولها، يلزم السوسيوس ترجع تخدم مليح، ما خدمتش السوسيوس كما ينبغي في النادي الافريقي، لان اليوم انا نطلب من جماهير النادي الافريقي الكل تساهم في تدعيم السوسيوس بالانخراط ولا بتحويل الشهري القار، لان حاجه مهمه نجم تعاوننا برشا السوسيوس. حاجه ثانيه كما تفهمنا في القطب المالي لازم نطوروا زاد المداخيل نتاعنا، وحاجه اخرى ان شاء الله نلقاو دوتر سبونسور ان شاء الله. هذا هو اللي باش يامن لنا المستقبل النادي الافريقي بالطبيعه مع الحوكمه اللي نحكيو عليها وهيكله الاداره، لان هذا الكل يخلينا نخدموا خدمه صحيحه. وان شاء الله الجماهير تعاوننا تعاوننا، لان احنا كما تقول انت، يقول لك الطبيب ما عندوش تجربه في التسيير ولا اللي هو، لكن شفتوا الطاقم اللي معاي اليوم، شفتوا هاجر بكار الكاتب العام، شفتوا سي هشام المناعي، يعني عنده خبره كبيره، يعني ماهيش باش توقف. انا اليوم وجودي هو ان شاء الله يزيد يعطي شحنه معنويه للناس الكل من الجماهير والطاقم الاداري اللي معاي، باش نخرجوا من الازمه اللي سنين هي كل عام عندنا في ازمه، ان شاء الله نخرجوا منها نهائيا. رساله شكر ممكن تقدم بها سي محسن طرابلسي اكيد. اكبر رساله شكر هي لجماهيرنا ديما مساندتنا وتقف معنا في الصعيب، وكذلك للمستشار الامريكي فيرجي شومبيرز اللي هو اكثر من مستشار ولا محب وفي وصادق للنادي الافريقي، هو والطاقم نتاعو قاموا بما يلزم باش عاونونا باش نجمنا نتخلصوا من بعض الديون، وخاصة رفع المنع نتاع الانتداب، ولهنا نزيد نشكرهم لأن وقفوا معنا وقفة اللي خلتنا اليوم موجودين في الساحة الرياضية. يعطيك الصحة سي محسن الطرابلسي، كيف مدام هاجر بكار كنتوا حاضرين معنا اليوم في البودكاست ولاي الافريقي بودكاست. اليوم وفات ان شاء الله كنا خفيف الظل على جماهير النادي الافريقي، طرقنا فيها للوضعيه الحاليه للنادي الافريقي، مساله الديون والاهداف المستقبليه رسمتها الهيئه المديره الافريقيه بودكاست اللي كان يشرف التقديم نتاعو باش يتواصل في اطار سياسه الاتصال الجديده للنادي الافريقي. شكرا شعب الافريقي، الافريقي تعيش.